السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس السادس: معلومات عن وسائل التخزين. أول شيء نتكلم عنه هو القرص المرن، بالإنجليزية فلوبي ديسك وبالفرنسية ديسكيت. هي أقراص ممغنطة مصنوعة من مادة بلاستيكية تخزن عليها البيانات ويمكن التعديل أو المحو، وهو من وسائل التخزين المنقرضة ولم يعد يستخدم في حياتنا اليومية لأن له سعة صغيرة والمعلومات بداخله تتلف بمجرد اقترابه من مجال مغناطيسي. ثانيا، القرص المدمج CD أو كومباكت ديسك، وهناك DVD وثاني ديجيتال فيديو ديسك، ويطلق عليهم أيضا أقراص الليزر مصنوعة من مادة بلاستيكية مغطاة بطبقة من الألومنيوم، وعند عملية حرق السي أي تخزين المعلومات عليه يتم النحت على الألومنيوم بواسطة أشعة الليزر، وهي غير قابلة للتعديل أو المحو وإعادة الحرق. سعة السي تصل إلى 900 ميجا بايت، وسعة DVD تصل إلى 4500 ميجا بايت أي 4.5 جيجا بايت. وهناك أقراص DVD بواجهتين وسعتها تصل إلى 9000 ميجا بايت أي ما يقارب 9 جيجا بايت. وهناك بطبيعة الحال تقنيات جديدة للأقراص المدمجة سعتها أكبر كالHD DVD أو البلوراي، وتصل سعتها إلى 50 جيجا، وهي أيضا أصبحت تنقرض بعد ظهور الفلاش USB. ثالثا، الفلاش USB أو فلاش درايف، جهاز تخزين له ذاكرة ومضية وسرعة التخزين عليه كبيرة وسعته كبيرة تصل إلى 250 جيجا بايت، فهو صغير الحجم وعملي وأكثر ائتمان على المعلومات بالمقارنة مع الأقراص المدمجة، حيث يمكن أن تتعرض للخدش أو الانكسار. رابعا، فلاش ميموري أو كارت ميموار، رقاقة صغيرة أصبحت أكثر استعمالا في حياتنا اليومية، تصل سعتها إلى 64 جيجا، رغم أن لها سرعة تخزين ضعيفة بالمقارنة مع فلاش USB، ولكنها عملية أكثر، صغيرة، سهلة التخزين، وتستعمل غالبا بالهواتف كسعة إضافية. ومع الهواتف الجديدة بسعات كبيرة تصل إلى 128 جيجا بايت أصبحت الكارت ميموار تنقرض أيضا. خامسا، القرص صلب HDD، وتعني هارد درايف ديسك بالإنجليزية، وبالفرنسية ديسك ديور. هناك 3 أنواع رئيسية: SC SE والIDE والSATA، وحاليا تستعمل SATA لسرعتها في التعامل مع البيانات من حيث التخزين والقراءة، وأصبحت تستعمل كفلاش USB وسيلة تخزين خارجية، وهي أحسن طريقة لحفظ المعلومات من الإتلاف، لأن الحاسوب في أي لحظة مهدد بالعطب وعدم الإقلاع. أما بالنسبة للنوع SCCE يستخدم في الحواسب الكبيرة سيرفر، وأداؤه عالي جدا وسعره عالي أيضا، مما لا يجعله في متناول الجميع. وIDE انقرض بمجرد ظهور SATA بسعرها الرخيص وسعتها الكبيرة. أترككم مع هذا المقطع لكيفية عمل القرص صلب من الداخل. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.